هنسلق الكرنب بعد ما قطعنا الشوشه بتاعته. الميه بتغلي حطي، هنحطها كده. بصوا بقى تشيل بايه؟ بايديها. بص، ولا بتاع ولا مقصوصه ولا كلام من ده. عندنا هنا حاجات فاخر من الاخر. اوعى وشك. يلا. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي خلطة المحشي بتاعت التسبيكة. بص خلطة بقطع البصل موت يا خالتي. دلوقتي خرطنا البصل يتحمر بقى وكده، حطينا عليه زيت يخلص ونوريكم. بنلف المحشي. الله. يلا نحشي اهو. يلا. نفسي الف بالمشقلب كده يا عيال والله. نورة تلفوا زيك. يلا. نفسي وامنية حياتي اتعلم اللفه دي. انا بعرف الفها كده. لا انا بلفها من قدام لورا. يعني انا الاحسن انت ولا انا؟ لا انت. ايوه انت اسرع. انت اسرع. انا لا. بتعملوا كده؟ ما نور على فكره بتعملوا بالعكس برضه. الله يا باشا. مكسحين بقى. ده اوريها لكم بقى اول ما تخلص. كده خلصنا الحله اهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنعمل فراخ مشوية. المكونات بتاعتها طماطم وجزر وفلفل رومي أو حراق على حسب ما تحبوا، أو ملح وفلفل أسمر. دي الخلطة بتاعتها ملح وفلفل أسمر وصويا صوص وكرياكي ودبس رمان. من كل حاجة من التلاتة دولت معلقة، وورق لورا وحبهان 4 فصوص عشان ما تبقاش مرة، وجوز الطيب نبشر حبة صغيرين بس. دي الخلطة بتاعتها، ونقلب جامد جدا في الخلاط. نخلط بعد كده بقى، نغسل الفراخ كويس ونحطها في الحلة في الصينية ونحط عليها الخلطة وبس كده، ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180. هوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع بقى المحشي. يلا تعالوا كلوا معانا. بص. يلا.